أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قوة الهم كتضحك وحق الله العظيم. بزاف ديال الناس خرجوا عندي وتيسولوني إلهام إلى أي حزب أو إلى أي يعني ضفة تنتمين. ما فهمتش السؤال، ما فهمتوش. قلت لهم كيفاش زعما ما فهمتش؟ قالوا لي لا، حيت مؤخرا الناس اللي كيدافعوا على اللي كانوا كيدافعوا على أسرة مغربية انقسموا لثلاثة الأجزاء. ناس مع سعاد أورغانزا، ناس مع عيشة الربالة، وناس ما عرفتش شنو هما دوك الاخرين. وناس كيعيروا واحد السيده اللي هي كتطلع في المنصه ديال عيشة الربالة، ويعني مجموعه ديال الاشياء اللي ذكروها لي اللي انا اصلا ما داخلاش في هذا الشيء. فانا قلت لهم انا وحده كندافع على اسره مغربيه، يعني على لبنى، على يسرى ستيل، وعلى فاطمه او لا وحتى ام يوسف الفاسيه. يعني هادو انا كندافع عليهم، ويعني ما كيهمنيش حتى شي واحد اخر. يعني سواء اي واحد كان مع اسره مغربيه ونفاصل عليها ولا، ما كيهمونيش هاد الناس. اللي كيهمني هو انني كندافع على هاد الاسره، كندافع على هاد البنت اللي هي يسرى، وحتى لو بناتي كندافع عليها لانني كنشوفهم على صواب، وكنشوف داكشي اللي كيديروه يعني ما فيه لا كذوب كما كنقولوا وكنعاودها دائما. ما فيه لا كذوب، ما فيهم لا نفاق، ما فيهم حتى حيول، ما فيهم حتى شي حاجه. ناس خدامين وصافي باغين يوصلوا للحقيقه. وهذا الشيء كامل حنا كنهضروا على ديك القضيه ديال زين المحارم اللي اتهمت فيها الام البنت مع الاب، واللي حنا كنا مناصرين لهذيك البنت. وبطبيعه الحال اي واحد غادي يتكلم بشان هذا الموضوع هذا وغادي يكون الى طرف يسرى فاحنا معاه. فالناس اللي كيقولوا لي الى اي طرف تنتمين، انا كنقول لكم انا ما كنهضرش في الخاص. انا ما عنديش هذه القضيه ديال الخاص، ما كنهضرش مع الناس. القنوات ما عندي بهم حتى شي علاقه. لقيت اللي كنكون تنطلع في المنصه ديال عيشه الربالة راني كان ضغط على الرابط اللي كتحطوا وكنطلع معاهم. يعني هي كتطلعني وكنطلع بعض المرات كاع ما عارفانيش اصلا انا شكون. كتقولي غير كازابلانكا، ما كتقولش هي تا إلهام. يعني هذوك الناس ما عندي معاهم حتى شي صله، وهدوك الناس ما كيعرفونيش. انا انسانه كنعبر على الراي ديالي، صاحبه قناه كنعبر على الراي ديالي، وكنت من الداعمين ماشي ماديا ولا هذا، ولكن معنويا وبطريقه الانتقاد اللي كنتقد بها. فكنت كندعم هذه الاسره هذه من خلال القناه ديالي. الناس اللي كيقولوا لي انت الى اي ضفه تنتمين، انا ما عارفاش هاد الناس علاش كيدافعوا. كانوا كيدافعوا على اسره مغربيه، حنا كنا معاهم، كنطلع معاهم في المنصه حيت كنشوفهم كيتكلموا بحرقه على اسره مغربيه وكيدافعوا عليها. اما دابا في الوقيته اللي غادي يبداو هاد الانشقاقات او لا هادو، انا في الاصل كما قلت لكم ما كنهضرش مع هاد القنوات وما بينيش وبينهم علاقات. هاد الناس كلهم اللي كتشوفوهم دابا في منصه عيشه الربالة راه بيناتهم يعني عندهم تيهضروا بعضياتهم يعني في الخاص وداك الشيء. انا ما حتى واحد ما كتربطني به علاقه. يعني ما عندي رقم الهواتف ديالهم وما عندهمش الارقام الهواتف ديالي. يعني فاش كنكون نخرج نتكلم على اسره مغربيه، فانا كنتكلم من خلال المشاهده ديال القنوات ديالهم الاسره المغربيه، يعني لبنان وفاسيموند ويسرى ستيل وام يوسف الفاسيه. دونك كنخرج نشاهدهم، ومن خلال المشاهده ديالي او التتبع ديالي للقنوات ديالهم فكنخرج كنعطي الانتقاد ديالي وكنتكلم عليهم، لانني كنحب هذه الاسره وعندي قناعه انه هذه الاسره هذه راه ديك القضيه ديال زنا المحارم راها قضيه ماشي حقيقيه، وانه يسرى بريئه من هذا الشيء هي والاب ديالها. وكنشوف الطرف الاخر اللي هي الام، كنشوف الطريقه ديالها ديال التعامل، كنشوف الخرجات ديالها اللي كانت فيها الكذوب. يعني دائما حنا فاش كنقولوا الكذوب يعني ما كاينش ادله كتحطهم الام على هذاك الكلام او داكشي اللي كتقولوا. فهذا الشيء علاش كنبني انا الانتقاد ديالي من خلال القناه ديالي. اما علاقتي مع هاد الناس ما علاقتيش مع هاد الناس، فانا بعيده كل البعد على هاد الشيء. اما بخصوص المحامي واللي بزاف الناس قالوا لي شنو الراي ديالك في المحامي اللي بدلات لبنى وداك الشيء، انا كنقول لكم على انها من حقها انها تبدل اي حاجه بغات. المحامي كيبان ليها بانه ماشي كفء وما عجبهاش وما دارش داك الشيء اللي خصو يدار، على حسب الكلام ديالهم. يعني على حسب داك الشيء اللي تقال، قالت بانها يعني غير راضيه على داك المحامي، هذا حق. يعني اي واحد حيت نورمالمون تعطى اقصى حد ديال العقوبه، يعني 2 عام ديال السجن البكريشه.
كان هاد المده هذه كانت قاسيه وكانت قاصحه بالنسبه للاسره، يعني ما كانوش متوقعين هذا الشيء. فمن حقهم دابا في المساله ديال الاستئناف، يعني في هاد المحكمه الجايه ان شاء الله، المحاكمه الجايه، من حقهم انهم يغيروا المحامي، وهذا حق لاي واحد انه يستعمله. يعني المحامي الا بغى يبقى معاهم وما ما بغاوش، راه من حقهم انهم يحيدوه. هذا الشيء اللي غادي نقول. يعني لبنى عندها القرار، وحنا عارفين على انه لبنى اي حاجه كديرها فهي بموافقه بوكريشه، راه ماشي داكشي كتجيبو من راسها كتقولوا. يعني كتاخذ الاذن، او لا مثلا كتمشي كتشاور مع بوكريشه وكتقول ليه شنو، يعني دائما كدير ليه الجديد في الزيارات، كتقول ليه المعلومات اللي كاينين. وبطبيعه الحال راه حتى هو عنده راي، وتا هو سوا تيقول لها كملي في هذا الشيء، ولا تيقول لها مثلا كيعطيها الراي ديالو. شنو كيوقع بيناتهم يعني يعني في الزيارات. وهاد الناس هادو هما اللي عندهم الحق انهم يديروا اي حاجه بغاوها. الا كانت لبنى عندها يعني كتشوف على انه هذاك المحامي يجب استبداله، فهي من حقها، يعني من حق حتى شي واحد انه يفرض عليهم المحامي بزز. اما بالنسبه لقضيه المحسنه، الناس كيقولوا لي عاوتاني المحسنه شنو بان لك؟ انا ما نقدر نقول حتى شي حاجه، ما نقدر نقول حتى شي حاجه بالنسبه للقضيه ديال المحسنه، الا انه القضيه ديال طاطا بديعه وحنان شانيل وياسين القنيطري، فكنشوف على انهم بعدوا بزاف على الموضوع اللي كان خصهم يبقاو يتكلموا فيه. كانوا كيدافعوا على اسره مغربيه. دابا حاليا كنشوفوا على انهم عندهم واحد تيهضروا في واحد الشكل اخر. فهنايا اليوم انا بغيت كنتسائل وكنقول اشنو اللي خلى هاد الناس يتغيروا بهذا الشكل هذا. هذا مجرد تساؤل. واحد الكلمه اللي بغيت نضيف في هذا الموضوع هذا هي انه بالنسبه للناس اللي كيقولوا لبنى دارت، لبنى فعلات، لبنى ما مزياناش، لبنى هذا، وفي نفس الوقت هما كيشجعوا يسرى وتيدعموا يسرى، فانا غادي نقول لكم كلمه واحده. راه ما يمكنش مستحيل انك تدعم يسرى وانت ضد لبنى، لانه يسرى ولبنى راه واحد، اسره مغربيه. اهم حاجه كيتميزوا بها هاد الناس هادو هو التضامن. يعني سواء يسرى ستيل او لبنينو او فاطمه الزهراء فاطموند او لا يوسف فتيه، هذه اسره متضامنه، اسره يعني متحده في بعضياتها. فما يمكنش اليوم تخرجوا تقول لنا لبنى ما كتسواش، ما كديرش، هذا عفريته، هذه خطيره، هذا، وتخرج في نفس الوقت تقول لنا حنايا راه مع يسرى وكندعموا يسرى وكنتسناو يسرى هي اللي تعطينا الراي. لبنى راه هي اللي كتمشي لعند بوكريشه هذا الزيارات، وهي اللي كتاخذ القرارات معاه. فبوكريشه نهار فاش دخل للسجن راه خلى هذوك البنات خلاهم امانه عند الزوجه ديالو اللي هي لبنى. فلبنى هي اللي دابا يعني هادشي اللي كامل اللي كديروا لبنى راه كديروا بالمشوره ديال بوكريشه، وبطبيعه الحال البنات ديالو راه راضيين بداكشي اللي كدير لبنى. وخير دليل هو داكشي اللي شفناه دارتو فاطمه الزهراء. لقيتها اللي مشات عند الام ديالها للسبيطار باش تشوفوها، وداكشي راها كانت اي حاجه كتبغي ديرها الا وكتشاور مع لبنى، ماشي مخافه منها، ولكن لانها عارفه بانه الاب ديالها حتى هو موصيهم انهم يبقاو متحدين، وانه حتى واحد ما يدير شي حاجه الا بالمشوره ديال الاخر. فباش تبقاو تخرجوا وتبقاو تقولوا بانه حنا مع يسرى وماشي مع لبنى، هنا نقدر نقول على انه كاين انشقاقات. اذا اصدقائي ما طولش عليكم، هذا كان رايي ديالي وجواب الاصدقاء اللي كيسولوني. ما بقى لي الا ان استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.